السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. انا بس حبيت ابدأ معاكم الفيديو مش بكلامي، بكلام او بالتكبيرات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. بجد يعني عايزة اقول لكم الايام ديت قد ايه حلوة، قد ايه فيها روحانيات. انا طبعا ربنا يتقبل منا الصيام وصالح الاعمال. عايزه اقول لكم انا النهارده شغاله في الاوردرات وفي الاكل وكل حاجه، وطول اليوم التكبيرات دي شغاله في التلفزيون جنبي. عايزه اقول لكم تحس ان انت فعلا في حته تانية، مش بتطبخي بس كده زي كل يوم، لا فعلا التكبيرات بتاعت العيد والعشرة ايام والحج. يعني بجد احساس رهيب. ربنا يوعدنا يا رب بالحج، ربنا يوعدنا كلنا بعمرة بزيارة بيت النبي. يعني بجد كل واحد، كل حد مشتاق ربنا يوعده ويقدره ويرزقنا جميعا. بجد يعني مش عارفة اقول لكم ايه. آه يعني النهاردة اليوم، يعني تحسي فعلا في حاجة مختلفة. مش عارفة انا لوحدي فعلا ولا كلنا كده. المهم يلا نصلي بقى على رسولنا الكريم ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وندخل بقى على الوصفة بتاعتنا. اول حاجة بقى هنبدأ بتتبيلة بسيطة خالص للفراخ. هنبدأ، حطيت كوبايتين من الزبادي مع معلقتين من الصلصة وثلاث معالق من الزيت وعصرة ليمون. واللي جاي ده كله بقى شوية توابل، ملح وفلفل وشوية بابريكا وشوية سبع بهارات، شوية كاري، بهارات فراخ. بصوا كل الحاجات اللي عندك اللي انت بتحبي تحطيها حطيها. بس اهم حاجة تحطي نص معلقة من الجنزبيل ومعلقة كبيرة من الكاري. الوصفة الفراخ ديت او دجاج التكة هو معتمد على الكاري والجنزبيل، تمام. وحطيت كمان نص معلقة من الثوم المفروم او معلقة صغيرة من الثوم المفروم. هقول لكم بقى التتبيله تاني. كوبايتين من الزبادي او علبه كبيره من الزبادي ومعلقه كبيره من الصلصه. وحطيت 3 معالق كبار من الزيت ومعلقه من الثوم المفروم. وهبدا بقى انزل بايه، بعصير من الليمونه. وحطيت بقى شويه توابل. انا حطيت ملح وفلفل، وحطيت مرق الدجاج، وحطيت نص معلقه من بهارات الفراخ ومعلقه كبيره من الكاري ونص معلقه من الجنزبيل البودره. وحطيت كمان توم باودر وبصل باودر وايه وبهارات فراخ. بس على كده تمام. وقلبت كل الكلام ده مع بعضه وبدات بقى اتبل كويس قوي الفراخ من كل حته. وانا طبعا بعد لما غسلت الفراخ كويس قوي كنت مشرحاها علشان كمان ايه، التتبيله تدخل في كل حته من لحم الفراخ، تمام. سبتها بقى في التلاجة حوالي 3 ساعات كده. وبعدين هبدأ بقى جبت كمية من البطاطس. طبعا هي البطاطس ديت مش لازم تبقى بطاطس صغيرة. انا جبت بطاطس عادي كبيرة بس قطعتها بالنص. وبعدين هعملها شبه المراكب كده زي ما انتوا شايفين ايه. هبدأ اقورها بس يعني ايه، مش هاخد منها كتير من اللحم، فاهميني؟ يعني هخليها ايه، برضو فيها سمك شوية، تمام. وهحطها بقى في مية. وتعالوا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. جبت طاستين زي ما انتوا شايفين. اول طاسه اللي هناك دي انا حطيت فيها مكعب كبير كده محترم كده من الزبده. توصي بالزبده، ما عندكيش زبده حطي سمنه، تمام. وسبتها بقى تفك على مهلها. اما بقى في الطاسه التانية حطيت بقى معلقه كبيره من السمنه وشويه ملح وشويه فلفل اسود، تمام. واول لما سخنوا كده قمت نازله من البطاطس. هبدا بقى اديها تشويحه كده لغايه لما تاخد لون كده حلو، واحس اللي هي ايه، دخلت في السوا حاجه بسيطه. عايزه اقول لكم المفروض اللي يعني الوصفه ديت البطاطس بتتقلى في الزيت، بس انا ما بفضلش اقلي البطاطس في الزيت لان اولا بتبقى تقيله جدا وبتبقى دسمه. انا بحب اشوحها كده في معلقه سمنه وملح وفلفل اسود. عايزه اقول لكم بتبقى رهيبه. هسيبها بقى تتشوح على مهلها. وتعالوا بقى نروح ايه للطاسه اللي فيها ايه، الزبده. بعد لما الزبده فكت كده قمت حاطه ايه، عود من الزعتر مع عود من الروزماري، قصدي روزماري اللي هو الفريش، تمام. لو ما عندكيش فريش حطي ايه اللي هو البودره العادي اللي هو المجفف. انا كان عندي اللي هو الايه الفريش زي ما انتوا شايفين. وحطيت كمان ايه شويه من الفلفل الاسود. عندك فصين مستكه حطي، بس كده مستكه. وحطيت روزماري وحطيت فلفل اسود. اول لما الزبده تسخن كده زي ما انتوا شايفين قمت نزلت بشرايح اللحمه. شرايح اللحمه دي انتركوت. هديها بقى صدمه لغايه لما تاخد لون. مش هقلبها ولا اجي جنبها عشان انا مش عايزاها تنزل ميه. انا هديها بقى صدمه لغايه لما تاخد اللون التحفه ده. عايزه اقول لكم اول لما بتحطي اللحمه في الزبده مع ريحه الروزماري كده، عايزه بصوا ريحتها ما شاء الله تحفه. بعد لما اخدت اللون دوت هنقلها على الجنب التاني كده تاخد نفس اللون بالظبط كده.
تمام. وبعد كده بقى هقوم جايبه فصين، كام فص كده من الثوم زي ما انتوا شايفين. هبدا احطهم زي ما هما ايه سلام كده، يعني مش هحط توم مفروم، انا هحط توم صحيح 3/4 فصوص كده. تمام. وهسيبهم بقى كده لغايه ايه لما احس لو فيها نزلت ميه او اي حاجه تشربها. لو ما نزلتش ميه وهي الزبده او الماده الدهنيه اللي انا حطاها، هقوم مزوده شويه ميه صغيرين حوالي نص كوبايه او كوبايه من الميه المغليه، وهسيبها كده غطيها على نار هاديه لغايه لما تستوي. تمام تمام. تعالوا بقى نرجع للبطاطس بعد لما اخدت اللون الحلو دوت زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم تحس تلاقي دخلت في السوا، يعني طرت شويه. هشيلها بقى من الطاسه واحطها بقى ايه في البايركس، الاقيه هيدخل الفرن. هنا بقى في نفس الطاسه مش هغيرها ولا هعمل اي حاجه، في نفس الماده الدهنيه اللي انا كنت حطاها هنزل بايه حوالي 4 بصلات كده مفرومين في الكبه. اول لما ياخدوا لون زي ما انتوا شايفين هقوم نازله بحوالي نص كيلو من اللحمه المفرومه. انا هعمل نص كيلو من اللحمه المفرومه عشان هعمل وصفتين بيها. زي ما انتوا شايفين كده هبدا اعصج اللحمه بالطريقه العاديه خالص لغايه لما تفك كده من بعضها. وزي ما انتوا كنتوا شايفين انا بقسم اللحمه ايه، بقسمها كده في الطبق واحطها في الفريزر كل ربع عشان تبقى ايه سهله اللي انا اطلعها. بعد لما فكت كده كلها من بعضها قمت نازله عليها بشويه ايه ملح وشويه فلفل اسود بس. مش هحط اي حاجه تانية ايه في اللحمه. شايفين بقى اللحمه فكت وريحتها فظيعه. هنا بقى هبدا اقسم اللحمه نصين، هاخد ربع، انا عصقت النص على بعضه بس انا هاخد ربع كده في طبق لان انا عايزاه كده بيور زي ما هو بصل وملح وفلفل بس. والربع التاني او الجزء التاني بتاع اللحمه هبدا بقى ايه اشتغل فيه. تمام. الربع اللي انا شلته دوت انا هعمل بيه وصفه دلوقتي هتشوفوها معايا. هنا بقى بقيت بقى اللحمه زي ما انتوا شايفين سايباها برده في الطاسه. هنزل عليها بطماطمتين كده متقطعين مكعبات كده، وايه وقرنين من الفلفل برده. تمام. وهبدا بقى اشوح كل الكلام ده مع بعضه لغايه لما ايه لما يتسبك كده. الطماطم والفلفل في الوصفه دي بتدي طعم حلو قوي. لو عندك فلفل الوان حطي، حابه تحطي جزر مبشور مفيش مشكله بس ما تكتريش يعني. انا اكتفيت بفلفل اخضر اللي هو الرومي العادي وطماطمتين بس كده. تمام. هسيبهم بقى لغايه لما ايه يتشوحوا كلهم مع بعض واحس ان الايه الطماطم طرت شويه والفلفل طرى شويه مش اتهرى يعني فاهميني. وجبت بقى الصينيه لقيت الطاجن دوت صغير عليه. قمت جايبه الصينيه البايركس زي ما انتوا شايفين وحطيت بقى البطاطس. وهبدا بقى احشي البطاطس دي زي ما انتوا شايفين. طبعا بالمعلقه كده لان هي بتبقى شبه القوارب وما بتاخدش بقى يعني ما بتاخدش كميه حشو ياما وفي نفس الوقت بتدي طعمها كان رهيب. اتفضل معايا حبه كده من اللحمه هسيبهم زي ما هما في الطاسه ونفس الطاسه هنشتغل هنكمل بقيه الوصفه. جبتهم على الجنب كده وجبت معلقه كبيره من السمنه. وقمت حاطه فيها ايه معلقه من الثوم المفروم، معلقه صغيره من الثوم المفروم. هبدا بقى ايه اشوح الثوم كده مع السمنه. عايزه اقول لكم لغايه دلوقتي احسبوا السمنه اللي اخدت صينيه البطاطس دي. يعني انا عصقت اللحمه في نفس السمنه اللي نزلت من ايه من تشويح البطاطس. بعد بقى لما حمرت الثوم والثوم ريحته طلعت كده قمت واخده بقى حبه اللحمه العصاج قمت مقلباهم مع الثوم. عايزه اقول لكم كانت ريحتها فظيعه. وبعدين نزلت بطماطم انا ضايباها بالهاند بلندر حوالي نص كيلو من الطماطم. وهنزل عليه بشويه بهارات ملح وفلفل اسود وسنه صغيره او ربع معلقه من ايه من ال7 بهارات، حاجه بسيطه خالص ممكن تستغني عنها. تمام. وهسيبها بقى تتسبك على نار هاديه. تعالوا بقى نشوف اللحمه القمر دي. عايزه اقول لكم اللحمه دي يعني هي مش عايزه غير رغيف عيش وتغمسيها بس كده. اللحمه دي طريقتها سهله جدا وطعمها بيبقى رهيب، يعني الف هنا وشفا ليهم. تعالوا هنا بقى زي ما انتوا شايفين بقى الصوص اللي نزل الحبه الصغيرين دولت احنا عايزين بقى نكترهم ونخلي بقى الصوص دوت ايه احلى واحلى يعني. قمت جايبه معلقه صغيره من الدقيق، معلقه صغيره اللي هي معلقه الشاي. وفي الماده الدهنيه اللي هي نازله من اللحمه دي قمت ايه مشوحه الدقيق كده بسرعه. اهم حاجه تبقى ايدك سريعه علشان الدقيق ما يكلكعش. وبعدين قمت نازله بميه ايه سخنه عليها وظبطت بقى الملح وظبطت الفلفل الاسود. وخلاص على كده هسيبها بقى تغلي غلوه واحده بس. وما تكتريش دي لان احنا مش بنعمل بشاميل، احنا بس عايزين نخلي ايه نكتر الصوص. بصوا الصوص خفيف برضو مش تقيل، بس عايزه اقول لكم هتاخدوا شويه صوص يعني بجد تحفه. واللحمه بقى بالطريقه دي بتكون دايبه، يعني انتوا شفتوها وانا بقطعها.
اغطي عليها شويه كده لغايه لما تغلي غلوتين وخلاص. تعالوا هنا بقى نشوف الطماطم بقى لما دخلت في التسبيكه كده، قمت نازله عليها ايه بالبطاطس. يعني بصوا الطاجن ده حكايه. دخلته بقى الفرن ودخلت ايه الفراخ، طبعا الفرن زي ما قلت لكم دخلتهم مع بعض، كانت الفراخ اتبلت. تعالوا بقى هنا نعمل صينيه رقاق. طبعا كل سنه وانتم طيبين، احنا العيد ده اساسه رقاق. الوصفه من بدايتها اهي، يعني بصوا اعتمديها ان شاء الله تعجبك. هو طبعا الرقاق بيتعمل بالشوربه، انا عارفه ان انت لازم تحطي شوربه، بس في الوقت دوت ما عنديش شوربه فانا عملته باللبن. عايزه اقول لكم والله باللبن احلى واطعم. انا ساعات بحط لبن على شوربه، الاتنين الطريقتين حلوه، بس اللبن مديله طعم كده ومديله لون احمر من فوق كده ومن تحت، هتشوفوه معايا. المهم ده دهنت الطبق الفويل اللي هيروح للعميل كده سمنه زي ما انتم شايفين، وحطيت بقى في اللبن ده، حطيت حوالي كوبايه ونص الكوبايتين من اللبن، وحطيت بقى عليه معلقه كبيره من السمنه وشويه ملح وشويه فلفل اسود، وحطيت ورق لوري وحبهان ومستكه وسبته على نار هاديه يغلي مع بعض. طبعا تقولوا لي حطيتي حبهان ورق لوري ومستكه ليه؟ علشان اخلي اللبن دوت يعني نفس طعم الشوربه. انا حطيت المطيبات اللي هي بتاعت الشوربه عشان ايه؟ يحسسني ان انا حاطه له شوربه. تمام. عايزه اقول لكم كانت يعني حلو جدا، شكله كان ما شاء الله تحفه. المهم جبت بقى كل طبقة زي ما احنا متعودين، وجبت معلقتين سمنة كده على الجنب، وبحط كده بغطسه في اللبن، وبعدين بحطه في الصينية، وبين كل طبقة وطبقة بقوم حاطة ايه فرشة من السمنة. وما تكتريش بقى سمنة قوي عشان ما يبقاش ايه تقيل ودسم يعني. تمام. انا بحط مسحة بسيطة. بعد كده قمت نازله عليه بايه باللحمه المفرومه اللي انا كنت معصجاها من الاول من غير ولا اي حاجه، يا دوبك بصل وملح وفلفل زي ما قلت لكم. تمام. هبدأ بقى اكرر نفس العملية واغطي بقى الوش كله زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم لو اتفضل معاكي لبن من اللي احنا بنسقي فيه الرقاق ده، اوعي تحطيه فيه. ليه بقى؟ يعني كل النشا او كل الدقيق اللي بينزل من الرقاق بيبقى فيه، فاهمني؟ فلو حطيتيه بقى عليه تاني هتحسي اللي هو عجن كده او طري قوي، فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزينه مورق وفي نفس الوقت يبقى ايه، يبقى طري كده وطعم واخد لون حلو من فوق ومن تحت. تمام. فما تقطعيش لبن في البداية علشان ايه؟ علشان ما يترميش منك حرام. بعد ما اخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، هبدأ بقى ايه ادهن بقى الوش كله بقى من سمنة، وبعدين هقطعها، قصدي بقى هقطعها الاول عادي بالتقطيعة اللي انتي تحبيها. انا هقطعها مربعات وايه، وهبدأ بقى نشوف هنعمل لها تشريبة ايه. وكمان كنت عايزه اقول لكم ان انت يعني ما تكتريش طبقات رقاق، كل ما كان رفيع كل ما كان احلى. يعني انا مثلا الرقاق بيبقى واحده عريضه كده، فانا بقسمها على نصين، فاهميني؟ علشان تبقى على قد الصينيه بالظبط. هبدأ بقى اقطعه كده زي ما انتوا شايفين مربعات كده بالطريقه العاديه خالص، ولما يطلع من الفرن بقى هعيد على التقطيعه تاني علشان يبقى ايه، يبقى سهل ايه اللي انت تطلعيه من الطبق الفويل ده. تعالوا بقى نعمل هنا بقى تشريبة للصينية الرقاق. عايزة اقول لكم التشريبة دي بقى هي اللي هتتحكم في الايه، انت عايزاه طري ولا عايزاه مقرمش ولا عايزاه لا. انا بحبه، ناس بتحبه طري قوي وناس بتحبه لا، انا مش انا بحبه يعني ايه مقرمش. المهم هجيب بقى كوبايه نص كوبايه من اللبن زي ما انتوا شايفين، نص كوبايه من اللبن، وحطيت عليها معلقتين من القشطه دي اللي هي وش اللبن، وحطيت عليها معلقه شويه ملح وشويه فلفل اسود ونص معلقه من البيكنج باودر. تمام. وهبدا بقى ايه اشرب الصينيه الرقاق باللبن بالايه بالبيكنج باودر عشان يديله هشاشه، ومعلقه القشطه. عايزه اقول لكم رهيب. طيب لو انتي مش عايزاه طري، عايزاه مثلا ايه مقرمش شويه، هتقللي السوائل اللي انت هتسقيها له، يعني بدل ما تحطي نص كوبايه لبن لا هتحطي ربع كوبايه. تمام. تعالوا بقى هنا نشوف طبعا انا دخلته الفرن على درجه حراره 200، هتشوفوه دلوقتي معايا. هنا بقى الفراخ كانت طلعت، شايفين بقى الصوص اللي نازل منها ولونها تحفه، ريحتها كانت قلبه البيت اصلا. تعالوا بقى نعمل حبه رز كده حلوين وسهلين خالص. حطيت بقى
معلقه من السمنه، وغسلت الرز وايه وشوحته كله مع بعضه. وبعدين قمت ايه لقيت كميه الرز اللي انا عاملاها يعني كبيره على الحله اللي انا كنت عاملاها في الاول. قمت بقى مبدله الحله، وبعدين زودت بقى الرز بعد ما اتغلف كله بالماده الدهنيه. قمت مزوداه بقى ميه. وبعدين قمت جايبه معلقتين كبار من وش اللبن او القشطه وحطيتهم عليه. عايزه اقول لكم الرز دوت بيبقى طعمه رهيب. معلقتين قشطه، نص كوبايه لبن، اي حاجه، بس عايزه اقول لكم بيختلف خالص غير لما بتعمليه بايه بميه بس. تمام. وخلاص على كده، وهظبط الملح بتاعه وهسيبه يستوي بالطريقه العاديه خالص. زي ما انتم شايفين الرز استوى واتشرب. بصوا، واللحمه انا سخنتها بقى عشان خلاص هبدا اغلف الحاجه تروح للعميل. ودي صينيه البطاطس عايزه اقول لكم كانت رهيبه. ودي صينيه الفراخ زي ما انتم شايفين. هبدا بقى هنا اطلع اللحمه واحطها بقى في الطبق اللي هيروح للعميل على طول. وده بقى شويه الصوص، يعني زي ما قلت لكم جربوه ان شاء الله يعجبكم. هنا بقى هنبدا بقى نغرف الرز زي ما انتم شايفين. واحلى حاجه بقى اللي انت تبقي لو بتطلعي اكل اونلاين او كده، اللي الاكل يوصل للعميل سخن، يعني دي افضل حاجه. شايفين الرز بيطلع بخار، فايه هبدا بقى احطه في الاطباق وايه كل حاجه سخنه. انا عامه بسيب الحاجه فوق البوتاجاز وبيبقى الفرن شغال، فكل حاجه بتفضل سخنه. تعالوا بقى نشوف صينيه الرقاق القمر دي. عايزه اقول لكم لو قطعت لكم قطعه من تحت، يعني لونها من تحت زي فوق بالظبط. بجد الف هنا وشفا ليهم، بجد فظيعه. طريه جدا، يعني هي من النص طريه وفي نفس الوقت بتقرمش. هنا بقى صينيه الفراخ كل ده هيتغلف، وهبدا بقى ايه يروح للعميله. ودي بقى البطاطس ودي اللحمه. بجد اشوفكم فيديو جديد.